لا تبدأ الحكايات دائما من لحظة واضحة. أحيانا تبدأ من صورة عابرة، من مشهد لم ننتبه له في حينه، لكنه ظل ساكنا في الذاكرة. في الموصل، حيث تتشابك البدايات وتتشكل الأحلام بصمت، ولد طفل كان ينظر طويلا إلى الأشياء. كان يحاول أن يفهم العالم قبل أن يرسمه، وأن يلتقط المعنى قبل أن يتحول إلى لون. كبر الطفل، وتحول الفضول إلى شغف، والشغف إلى طريق طويل. طريق لم يكن سهلا، لكنه كان واضحا لمن يعرف أن الفن لا يؤخذ صدفة. في المسرح، لم يبحث عن التصفيق، بل عن الإنسان، عن لحظة يقف فيها الإنسان عاريا أمام ذاته، أمام مسألته، وأمام جمهوره. أعمال كثيرة أخرجها، وكل عمل كان حوارا جديدا مع الحياة. وفي الفن التشكيلي، لم تكن اللوحة مساحة لون فقط، كانت ذاكرة، وصمتا، ومساحة اعتراف. يد تعرف متى تمسك اللون، ومتى تترك للفراغ أن يتكلم. كتب، لأن بعض الأفكار لا تكتمل بالصورة وحدها. كتب عن المسرح، وعن الطفل، وعن الفنون، والموسيقى، والغناء. كتب ليترك أثرا، لا تعليمات. الزمن دار، والصور تغيرت، لكن السؤال ظل حاضرا: كيف نحافظ على الصدق وسط كل هذا العبور؟ وهو يتأمل هذه الرحلة، لا يرى الماضي كحنين فقط، بل كمسؤولية. أن يواصل، أن يبقى وفيا لما بدأه ذات يوم. طفلا يرسم، ورجلا يؤمن أن الفن لا يشيخ. موفق الطائي، تجربة فن، وحياة كتبت بالصدق.